4 أسباب ممكن جدا يؤدوا للخيانة. أول سبب وأشهرهم في السايكولوجي بيقول unmet needs، إن الاحتياجات غير ملبية في العلاقة. احتياجات بقى سواء emotional needs، احتياجات عاطفية، احتياجات جسدية، أيا كان نوع الاحتياجات، ولكن إن يكون الإنسان مش satisfied، مش مبسوط في العلاقة، فيبدأ يبص على النيدز دي بره بدل ما يعبر عن احتياجه ليها جوه العلاقة. والسبب التاني lack of commitment، بالبلدي كده ان هو يبقى سايب الباب مفتوح، سايب الباب مفتوح لهزار مع حد، سايب الباب مفتوح لخروجه معينه، لطريقه كلام معينه، والفتحه الباب دي وان هو مش بيقفل اي خط ممكن يدخله في علاقه غير العلاقه اللي هو مرتبط بيها، سهل قوي تودي للخيانه. والحاجه الثالثه حاجه اسمها unfinished business، اللي هي ايه بقى؟ ان الشخص عنده علاقه قديمه ما قفلهاش كويس، فتلاقي دايما خيانات كتير قوي. هو خان مع مراته مع البنت اللي كان بيحبها في الجامعه، هي خانت جوزها مع الشخص اللي كان معاها في اول شغل، اللي كان بينهم علاقه بس العلاقه دي ما كملتش. وبنشوفها كتير في الافلام بقى، انا شهيرا الخائن، السلم، افلام كتير قوي بتعرض الحته دي، الخيانه مع شخص كنت مرتبط بيه زمان، ودي الانفينيش بزنس، كان في حاجه وما اتقفلتش. والحاجه الرابعه والاخيره اللو سيلف استيم، احساس كأنه بعدم الثقة للشخص نفسه اللي بيخون، ان هو بيعتمد العكاز بتاعه ان هو يخش في علاقات كتير مختلفة. خدت بالكم من كلامي من حاجة؟ ال4 أسباب دول كلهم ليهم علاقة بالشخص اللي بيخون، مش الشخص اللي اتخان. وكأني عايز اقول لك يا اللي اتخنت، الموضوع ملوش علاقة بيك، الموضوع ملوش علاقة بفكرة you are not good enough، ان انت مش كويس كفاية فاتخنت. ما ترميش لوم الخيانة على نفسك، وافتكر الجملة دي: الخيانة مسؤولية الشخص اللي بيخون، ولكن انت مسؤوليتك الوحيدة يلي اتخنت انك تتعافى من اثر الخيانة.